الأخبار عاملين إيه؟ تعرفوا إن في فترة من حياتي كده كنت مقتنع إن المشكلة كلها إني محتاج أرتاح شوية، ودايما كنت بقول لما أرتاح هبدأ ولما أفصل شوية هتحسن ولما أخد بريك هبقى أحسن، لكن الغريب هنا اكتشفت إن كل ما كنت باخد راحة أكتر كنت بحس إني أتقل أكتر، ويمكن دي من أغرب الحاجات فعلا اللي محدش قالها لنا إن الراحة مش دايما بتريح، وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها، فيلا بينا نخش بالفيديو. احنا طول عمرنا بنسمع نفس النصيحة دي طول الوقت، ارتاح شوية وما تضغطش على نفسك وخد بريك، ودي نصيحة صح بس دايما مش تكونش طول الوقت، لان في فرق كبير جدا بين الراحة وبين الهروب. في ناس كتير جدا مش بتبقى مرتاحة، هي بس بتبقى هربانة، وتلاقي نفسك راجع من يوم طويل وتمسك الموبايل وتفضل تقول 5 دقايق بس وهسيبه، وفجأة يبقى عدى ساعتين 3 أو 4، وأول ما تسيب الموبايل تحس بنفس التعب ونفس القلق ونفس الضغط، لأن ما ارتحتش انت بس اشتغلت شوية عن نفسك. وأعتقد إن دي من أكبر المشاكل جيلنا اللي بتمر بيها، إننا بقينا نخلط بين الراحة وبين التشتيت، وبقينا فاكرين إن الفيديوهات الكتيرة راحة والتمرير النهائي راحة والهروب من التفكير برضه راحة، مع إن الحقيقة هنا إن كل ده أوقات بيزود التعب اللي جوانا ما بيشيلوش خالص. وأنا بصراحة اكتشفت إن أصعب حاجة ممكن يعملها الإنسان إنه يقعد مع نفسه، ودايما من غير موبايل ومن غير دوشة ومن غير هروب. عشان كده إحنا دايما بنجري دايما على فيديو جديد ومسلسل جديد وإشعار جديد وأي حاجة إلا إن إحنا نجري على نفسنا. بس خليني أقولك على حاجة غريبة شوية، أوقات إحنا ما بنكونش محتاجين راحة، إحنا بس بنكون محتاجين حركة شوية. عارف ليه؟ لأن بعض أنواع التعب سببها الوقوف مش الجري. زي العربية لو فضلت مركونة شهور مش هتبقى أحسن، هتبقى أسوأ من الأول. وزي الإنسان أوقات كده كل ما يأجل أكتر بيحس بتقل أكتر، وكل ما بيهرب أكتر بيحس بخوف أكتر، وكل ما بيستنى أكتر يحس إنه مش قادر يبدأ أصلا. وأوقات الحاجات اللي محتاجها فعلا مش يوم راحة، أنت محتاج أول خطوة إنك تبتديها صح. في ناس كتير فاكرة إن لما أحس بالطاقة ساعتها هبدأ، لكن الحقيقة غالبا العكس، لما تبدأ الطاقة هي اللي بتيجي مش العكس. ودي حاجة أخدت مني وقت طويل جدا علشان أفهمها، إن الحماس مش دايما بيجي في الأول، الحركة هي اللي بتجيب الحماس. وأوقات أكتر حاجة بتسرق عمرنا إننا مستنيين الإحساس المناسب، مستنيين إن المزاج يبقى مناسب وإن الوقت يبقى مناسب والطاقة تبقى مناسبة، لكن الحياة نادرا ما تبقى جاهزة. عارف المؤلم بجد فين؟ إن سنين كاملة ممكن تعدي وإنت فاكر إنك ترتاح، لكن الحقيقة إنك كنت بتهرب من قرار، من مواجهة ومن بداية ومن خوف، والوقت ما بيوقفش خالص. وده مش معناه إن الراحة غلط، بالعكس الراحة مهمة جدا، لكن الراحة الحقيقية بترجع أقوى لما الهروب بيرجع أضعف. والراحة بتشحنك والهروب بيستهلكك. يمكن في حاجات كتير جدا اتعلمناها غلط، ومنها إن أي توقف اسمه راحة، مع إن الحقيقة هنا إن في توقف بيشفيك وفي توقف بيضيعك. ويمكن السؤال الحقيقي مش أنا محتاج أرتاح إزاي، السؤال هو أنا فعلا برتاح ولا بهرب من الواقع. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فأشوفكم في الفيديوهات الجاية، سلام.